السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل النهارده ان شاء الله الرقاق. هعمله معاكم بطريقه جميله قوي، الرقاق الطري. انا قبل كده عملت الرقاق باللحمه المفرومه اللي هو العادي، الطريقه العاديه التقليديه. هعمل بقى النهارده الرقاق بطريقه جميله قوي. الطريقه ديت بصراحه قريبه لقلبي اكتر من التانية. دي طريقه بالنسبه لي اقتصاديه. ليه؟ لان انا بعملها بربع كيلو لحمه بس، وعايزه اقول لكم ان ده اقل من ربع كيلو كمان، بس الكاميرا بتكبر شويه الحاجه. فالطريقه دي بالنسبه لي اقتصاديه، وطعمها بصراحه بيبقى احلى من الطريقه التانية، لان بيبقى فيها خضار كتير وبتبقى احلى. معايا كيلو رقاق، 200 جرام لحمه. الخضار اللي انا هعمل بيه الرقاق: بطاطس مبشوره بالشكل ده كده، بشرها بالشكل ده كده، بشرها بالمبشره. جزر برضو مبشور. بصل مقطعاه برضو بالشكل الطولي ده. فلفل اخضر مقطعاه برضو بالشكل الطولي ده. دي حبايه طماطم واحده بس كبيره شويه، 50 جرام مثلا من الدهن. التوابل: ملح، بهارات مشكله، فلفل اسود، بابريكا، كل حاجه نص معلقه. دلوقتي انا ما عنديش شوربه عشان اعمل فيها الرقاق ولا لبن. كده بقى اقف؟ لا مش هقف، انا لازم اتصرف. بصله وطماطميه وقرن فلفل فرمتهم كده في الكبه ناعم بشويه ميه. التوابل: نص معلقه كمون، نص معلقه بهارات مشكله، نص معلقه ملح، مكعب مرقه خضروات، وده اللي هيديني طعم حلو. انا حطيت بقى شويه زيت كده في الطاسه، هنزل بقى بالدهن، بعدين انزل باللحمه على طول. العين التانية عليها حله ماء بتغلي، هنزل بقى بالحاجات اللي انا فرمتها في الكبه. بسم الله. وانزل برضو بالتوابل. الطريقه دي بصراحه بتبقى حلوه قوي وموفره. يعني هتشوفوا دلوقتي من ربع كيلو لحمه هعمل صينيه رقاق كبيره تقضي غدا وعشاء. ده غير ان هي بيبقى طعمها فعلا حلو. كده اللحمه اتشمعت معايا، ابتدي بقى انزل بالبطاطس. كده البطاطس دبلت اهي، هبتدي بقى اقلبها مع اللحمه، تاخد تقليبه كده مع اللحمه. هنزل بقى كده بالبصل. البصل دبل معايا اهو، ابتدي بقى اقلب كله مع بعضه. وبعدين انزل بقى بالجزر وبالفلفل، واقلب بقى كله كده مع بعضه. وبعدين انزل بقى بالتوابل، انا بحب التوابل كده ريحتها تطلع مع الحاجات اهي. وانزل بقى بالطماطميه كده. هسيب بقى ده كله كده يستوي مع بعضه. هبتدي بقى كده ارص الرقاق. الميه اللي انا كنت عاملاها شوربه اهي غليت، وحطيت بقى معلقتين سمنه كبار. هطفي عليها بقى، هقول بسم الله كده وانزل بقى بسرعه بالرقاق. وابتدي افرده بقى في الصينيه. انا طبعا حاطه في ارضيه الصينيه سمنه. المفروض ان انا اسيب الشوربه تهدى شويه، بس عشان انا بصراحه مستعجله. بصوا انا بعمل الرقايه كده، بطبقها كده اهي، واقوم عاملاها كده. والحته اللي في النص دي ما بحاولش ابلها، لانها هي بتبقى اصلا رقيقه قوي، فمش هتستحمل الشوربه وهي سخنه اهي. الشوربه دي فيها السمنه وفيها كل حاجه. عايزه اقول لكم ان الشوربه اللي انا عاملاها دي حقيقي طعمها حلو قوي، وهتدي طعم احلى من اللبن كمان. جربوه بس بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، وحقيقي هتعجبكم قوي. ولو عايزه تستغني عن اللحم خالص وتعمليه بالخضار برضه هيبقى طعمه حلو. انا ساعات بعمله كده بصراحه، بس بحط فيه جبن بقى، يعني بستغنى عن اللحمه بس بحط فيه جبن. عايزه اوريكم برضه السمنه هي على الرقاق، مش محتاج خالص ان انا احط له سمنه، لان برضه السمنه لما بتبقى كتير فيه بتبقى مش حلوه. كده خلصت اول طبقه معايا اهي في الرقاق. هبتدي انزل بقى بالخضار اللي انا عاملاه. بص حابه اوريكم برضه هو لما استوى دبل ازاي اهو، واللحمه برضه بانت فيه، يعني برضه مش هيبقى وحش معاكي ولا حاجه. الصينيه دي لو اسره كبيره تقضيها وتاكلها وتشبعها كمان من ربع كيلو لحمه. مش لازم ان انت يعني تحطي لحمه كتير.
بصوا ما شاء الله اللهم بارك الحشو كتير ازاي. لو انت عايزه تسقيه لبن اسقيه لبن برضو، حطي لي معلقتين سمنه كبار زي ما انا عملت كده واسقيه باللبن بدل الشوربه دي. بس انا ما عنديش لبن فانا مش هوقف نفسي على اللبن بصراحه، لان انا بالنسبه لي الحركه دي احلى كمان، بتدي طعم للرقاق احلى. احنا عايزين نعمل حاجه كده اقتصاديه من الالف للياء. هعمل برضو دهنه سمنه كده. اللي هيقول لي انت عملتي ليه هنا دهنه سمنه، هقولك لان الرقاق اللي انا عملته في الاول في الشوربه دي طبعا خد كل السمنه، فعشان برضو الطبقات اللي على الوش تبقى مورقه معايا فلازم برضو نديها سمنه. تعالوا بقى نقطع كده الرقاق. لازم نقطع الرقاق قبل ما يدخل الفرن، عشان لما بيدخل الفرن بيبقى سخن جدا فمش بنعرف ان احنا نقطعه. فنقطعه كده قبل ما يدخل الفرن. بسم الله. هبتدي بقى ادهن على الوش كده دهنة سمنة. لو عندك قشطة حطي قشطة برضو على الوش، بتديله طعم خطير بصراحة. حابة تحطي جبن برضو حطي. هحط بقى الصينية دي في الفرن على درجة حرارة 180. احطها برضو في الرف اللي قبل الاخير. كده صينية الرقاق هي طلعت معايا من الفرن. نقطعها بقى كده ونشوف ايه الاخبار. بص من جوه الجزر والبطاطس استووا مع اللحمة والرقاق مش باينين خالص. بصوا الحشوة بتاعتها كتير ازاي. طريقة اقتصادية والطريقة حلوة. كده خلصت وصفتي النهاردة بكل سهولة، طريقة جميلة. كده خلصت وصفتي النهاردة. لو عجبتكم بقى الوصفة لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.